ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده حبايبي كده نجهز الفطار مع بعض بعد صيام يونان اللي صمناهم 3 أيام. حبيت أشارك معاكم الفيديو كده ونشوف هنجهز ايه مع بعض في فطارنا النهارده. فيديو خفيف كده. أنا دي لي 3 أيام النهارده، يعني اليوم اللي هنزل لكم فيه الفيديو داتي يبقى لي 3 أيام ما نزلتش فيديوهات. آه، في موضوع كده تعب وكشوفات وكده يعني، وداخلين على عمليات بس يسترها ربنا ادعولي. إيه، هتعرف القصة كده في وقتها. إيه، أبدأ معاكم الفيديو كده على طول، بس قبل ما أبدأ معاكم الفيديو أتمنى اللي مش مشترك في القناة وأول مرة يشوف فيديو لينا يشترك في القناة، واللي يشترك جديد يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واختار اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وبرضو مرة ومليون وكل يوم هقولهم لكم. أشكر 100 مرة كل اللي ما يقول كلمة حلوة يا جماعة في التعليقات. يعني كل واحد فيكم ربنا يجبر بخاطره زي ما يجبر بخاطر الشخص اللي قدامه يعني. أي كلمة ما تقولوها حتى لو كانت بسيطة، طول ما هي كويسة أما تفرح اللي قدامكم. حتى لو بص يعني أنا من النوع اللي أنا لو أفرح بكلمة حتى لو قلت له ازيكم بس أما أفرح. آه، وجودكم شرف ليا طبعا، ودي حاجة أنا أكتر حاجة فرحانة لها القناة إن أنا عرفت ناس كتيرة كويسة. كلكم فوق راسي من فوق. أبدأ معاكم كده الفيديو. كنت بص كان أنا مسجلكم الفيديو دلوقتي الساعة 2 بعد نص الليل، عشان كده يعني الصوت يمكن مش واضح شوية، بس أنا خايفة على الصوت أكتر من كده. العيال يصحوا جنبي. بداية أول حاجة يا جماعة، أنا كنت في الصبح قاعد كده. ده كان بعد ما العيال طلعوا من المدارس. أنا قمت الصبح كده كان ورايا تنفيض وكنس ومسح في البيت. وكنت عاملة حساب إن أنا هغسل كمان اليوم داتي، بس بصراحة ما قدرتش. بعد ما جو العيال من المدارس بعت ماسي وفي اللي بيبيع الفراخ جنبينا دي حد قريبنا يعني. بس مسافة بعيدة عني، يعني أطلع من الشارع وكده. فأنا ما قدرتش إن أنا أروح وما كنتش فاضية، فاتصلت بيهم جهزوا الفراخ، وبعد ما جه ماسيو بعت وجيب على طول أما أعمل كده. وابدا تجهيز الاكل بعد ما يجوا من المدرسه. هم يوم الخميس ده اما يطلعوا الساعه 12 وربع، هم كل يوم يطلعوا الساعه واحدة، بس يوم الخميس اما يطلع 12 وربع. فيعني كان عندي وقت، وبصراحه ما كنتش فاضيه في نفس اليوم الصبح. عبت ما خلصت اللي ورايا وكده، عبت ما جو هم دخلوا الحمام استحموا على طول. و... وانا كنت مجهز لهم الفطار، لان برضو عندي روبن كان عنده كنيسه اليوم ده بعد ما جه من المدرسه، يا دوب اكل اللقمه ومشى على الكنيسه على طول. لكن ماسيو مدارس الأحد بتاعته اللي هي الكنيسة يا جماعة يوم الجمعة الصبح. لكن روبن عنده مدارس الأحد بتاعته يوم الخميس بعد الظهر بعد ما يرجع من المدرسة. المهم حبايبي كده أبدأ معاكم الفيديو. أنا كنت جايبة الفرخة. أنا يا جماعة من النوع اللي ما بحبش أجيب الفراخ يكون حجمها صغير، بصراحة ما أجرف منها، أحسها كده لحمتها طرية مش عارفة ليه. فمن عادتي يعني لو هجيب لو كانت أرخص من كده زمان يعني الأسعار دي، لو كانت رخيصة كنت أجيب فرختين برضه أجيبهم كبار. أي نعم ما كنتش أعملهم كلهم مرة واحدة، ممكن كنت مثلا أخد الصدور بتاعتهم أعملها بانيه. فعلى حسب كانت يعني على حسب الأكل اللي أنا هعمله. أنا النهاردة جبت فرخة برضه، وهوريكم يا جماعة في حد قبل كده قال لي على تقطيعة الفراخ. أنا مش بعرف أقطعها مثلا. لو كذا فرد في البيت وكده مش هتعرفوا تقطعوها ازاي. أنا هنا قطعت لكم الفرخة على بالظبط كده 4 6 10 قطع، وقطع كويسة كمان، ده غير الحاجات التانية يعني. هوريكم أنا قطعت وعلى فكرة لو كنت عايزة أقطعها أكتر من كده كنت هقطعها برضو، بس هي كده يعني. القطعة كانت كويسة، لا هي كبيرة جو ولا هي صغيرة جو. هنا الفرخة دي اللي معايا كانت 3 كيلو. في حجمها كبير يعني. هنا قطعت الورك كده بالنص، خدت العقلة لوحدها، وخدت الطرف بتاع الورك من فوق ده لوحده. كده معايا نص الفرخة اللي من تحت ديتي اللي هما الوراك 4 قطع. والصدر كده أنا مقسم بالنص بالطول، لو مش هنعمل بانيه عادي والكلام ده كله. وهنا قطعت أول الطرف ده الجزء الواحد، يعني بعد ما أقسم الصدر بالنص بطوله أرجع أقطع كل نص فيهم 3 قطع. زي ما انتوا شايفين كده. أنا حبيت بس أوريكم يا جماعة مش أكتر، عشان حد سألني قبل كده. القطع مش وحشة يعني مش صغيرة، حلوة. وخصوصا برضو كمان لو بيت فيها أطفال. يعني أنا عن نفسي لو كنت مثلا جايبة فرخة وزنها صغير قطعتها مثلا 5 قطع أو 4 قطع، فالعيال ما يفوض منهم. وبعد كده بص أنا من عادتي يعني أي لحوم
حتى لو انت اللي عاملاها بايدك ما يبقالكيش نفس تاكليها مثلا لو عيل ساب منها والكلام ده كله. انا عن نفسي اما اجرف بصراحه. فاما اقطع يعني اقطع الحاجه كده قطع صغيره، وانت بعد كده براحتك طفلك مثلا جاب لنفسه هياكل تاني اديه بدل القطعه اتنين. بس احسن ما تعملي قطع كبيره وتفيض منهم بعد كده تتركن وتترمي وهتنشف والكلام ده كله. هنا انا بصراحه انا كل ما اجي اعمل اكل لازم اسال عيالي عايزين تاكلوا النهارده، فاهميني؟ يعني قبل ما اطبخ اي طبيخ لازم اسالهم انتوا هتاكلوا إيه النهارده. حتى في الخضار يا جماعه اعمل كذا اعمل كذا. يعني انا النهارده سالتهم. هم عندي ماسي مش بيحب الخضار في الطبيخ خالص بصراحه. ما يحبش يحب ياكل حتى لو انا عامله خضار يغمس آه، اقول لكم انا بالتسبيكه اللي فيها كما ياكلش الخضار نفسه. قال لي لا انا عايز ساده. فقلت خلاص نعمل الفراخ عملت شويه تقليه كده. يعني شوف الفيديو معايا للاخر. هنا كنت غسلت الفرخه مره واتنين وتلاته. بصوا يا حبايبي اللي كان فيه في الجلد كده حتت صفرة دي مش ريش يعني، لا ده انا حكيتها قدامكم كده بالسكينه عشان اوريها لكم ان هي مش ريش. بس عندنا هنا تلات ارباع الناس دلوقتي عشان العلف غلي اما يجيبوا الفراخ زي كده ويأكلوها ذرة وشامي، فما يخلي الجلد بتاعتها صفرة. حتى هتبان معاكم في الشوربة بتاعتها هتبقى صفرة قوي، وما تخلي الحاجة دسم زيادة يعني فيها. هنا كنت غسلت الفراخ مرة واتنين. انا وقفت الفيديو وغسلتها كويس بملح وكده. وبعد كده كنت حاطة حلة على النار زي ما وريتكم كده. حطيتها على النار ووطيتها بعد ما غسلت الفرخة كويس، ورحت حطيتها على طول. هنا برضو لازم انضف ورايا كده. كنت لسه برضو غاسله شويه مواعين كانوا في الحوض قبل ما ابدا معاكم الفيديو. بس قلت كل مره ابدا لكم بالفيديو اول مواعين. قلت لا اغسل المعاناة لوحدي وبعد كده اكمل معاكم الفيديو. هنا طول ما انت واقفه في الحوض وطول ما عندك وقت كده خلي وقفتك بالمره. يعني الواحد فينا عبط ما يخلص اللي وراه ما يكون تعبنا. فلو في وراكي طبقين زي كده طول ما الحوض نظيف، ولو سبت طبقين زي كده ورجعت تاني سبت معلقه وبعد كده رجعت مش عارفه سبت ايه، هتلاقي الحوض اتملى على شويه حاجات فاضيه. لكن اول باول كده انا غسلتهم بس عشان دول كنت غاسله فيهم فراخ عشان ريحه الزفره وكده. غسلتهم الاول بعد كده شطفتهم بعد كده رجعت غسلتهم تاني عشان يبقى ريحتهم نظيفه وكده. كده أول بأول عشان يبقى الحوض نضيف. أنا هنا كنت يعني في الوقت ديتي كنت مخلصة البيت نظافة كله. كنس ومسح وتغيير فرش السراير وكده وتلميع خشب وتلميع جزاز. خدت يوم روتين كامل بس بصراحة ما صورتش لأن كنت تعبانة. أعمل شوية وأقعد شوية. إيه كنت هنا يعني قلت خلاص بالمرة كده أجهز الأكل. يبقى الحوض نضيف ما ورايا بالمرة. وبعد كده واحنا طالعين نمسح المطبخ وخلاص كده مرناش حاجة تاني. كنت ناوية بعد ما اخلص عادي ان انا اشغل غسيل وكده. عشان انتوا عارفين انا قلت لكم قبل كده يوم الجمعة داتي يعني يوم الخميس يبقى غسيل وكده وطبيخ اي حاجة تاني ورايا يعني. آه، ويوم الجمعة ده مقدس للخبيز لأن العيال ما يبقوا قاعدين من المدارس. وأنا قلت لكم قبل كده إن الخبيز عندي ما أطلع في الشمس فوق في الدور التالت ومخبز تاني وبعد كده أنزلهم تاني في الدور التاني عشان الفرن. فما يبقى تعب. وبصراحة الواد الصغير ما يغلبني يعني أي رغيف ورايا عم يلعب فيهم على طول يخرم بديه كده ويقطع منهم. فبصراحة ما يبقى مزوغ عيني. فأما صدق ما يوم الجمعة داتي يكون عندي خبيز يعني لازم. احيانا ممكن يعدي جمعه مخبز يعني ممكن لو عامله شويه كتار خلي مثلا أنا قلت لكم قبل كده مخبز كميه واحط نصها في الفريزر واحط نصها في الثلاجه العاديه. انا مش دخلت لكم في فيديو غير الفيديو. يلا كده كده بكره ان شاء الله ممكن ننزل لكم فيديو الخبيز لو عايزين. هنا كنت مفرزه الكوسه دي معاكم. انا غسلتها مغسلها كويس واقشرها. لا يا رب اقشرها الاول وبعد كده اغسلها وبعد كده تقطعيها طبعا زي ما انت عايزه الحجم اللي انت عايزاه. انا بحب القطعه الصغيره دي كده اما تستوي بسرعه وسهله في الاكل ما تبقاش كبيره يعني. هنا كنت لسه مطلعاهم من الفريزر على طول. انا مش هسيبهم يفكوا يا حبايبي. انا خدتهم كده بتلجم زي ما انتوا شفتوا بس يا دوبك اما نزل لو كان في حبه تلج لازقه وكده. هنا كنت جهزتهم في الحله على طول اللي انا هسويهم فيها. هنا الفراخ كانت يعتبر خلصت معايا استوت. هديت عليها النار خلاص عشان ما تتهريش ورجعت التجلية دي مفرزاها معاكم برضو. آه، اما اعمل تجلي البصلة كده كميات كبيرة اللي هتكفيني السنة كلها. يعني انا باجي السنة مش اما افكر تجلية وقلت لكم الكلام ده قبل كده مكيسة في اكياس تلاجة على قد الطبخة اللي انا مستعملها. واخدها على طول. يا جماعة في حد فيكم يقول لي انت ما تخلي التجلية تبقى
يعني مستوية زيادة. أو ما تحرجيها، لا يا جماعة هي كده مش محروقة. بس هو الإضاءة مع اللمعة بتاعت السمنة انتوا بتحسسكم إن اللون غامق، لكن هو قدامي أفتح من كده بكتير. وأنا عن نفسي ما أحبش التجلية البيضة بصراحة، ما أحبهاش تبقى فاتحة كده والتجلية ملهاش لون. انتوا عارفين أنا لو جت في مرة معايا مثلا قلت لا يعني ما زودهاش زيادة عن كده، وأحس إن هي بيضة سبحان الله نفسي ما تروحلهاش وما بقاش قادرة أكلها. سبحان ربنا، يعني كل واحد فينا على حسب مولف في الأكل. شايفين هو لونها مع الإضاءة فاتحة، بس اللمعة بتاعت الزبدة وكده. شايفين حتى لما تيجي عليها الطماطم تبقى فاتحة خالص وتشوفوا شكلها. هنا كنت أنا فارمة الطماطم برضو، والطماطم دي سبحان الله يا جماعة صدقت ما خلصتها. تقولوا حاطة في الطبيخ عسل. طماطم محلية قوي، يعني حلوة حلوة زي الفراولة. شايفين يا جماعة الشوربة من غير أي إضافات، ومش هحط حاجة يا جماعة طول ما أنا غاسلة الفراخ كويس وضامنة نظافتها. مش هحط أي حاجة ولا تلاقوا فيها زفر ولا أي حاجة، بأمانة الطعم يعني الشوربة كده كفاية. دي عشان الفراخ نفسها دسمة زيادة يعني تقيلة. شايفين شكل الشوربة بتاعتها. هنا كنت سايبة التقلية تستوي كده، تستبك مع نفسها، والفراخ كانت استوت معانا. طبعا انا سقطتها في التجلية فمش مخليها تستوي سوا كامل. وهنا حطيت الحله الصغيره دي. الحله الصغيره دي مخصصه للملوخيه عندي بس، عشان هما طبقنا والعناخر يعني يخلصوا في نفس اليوم، عشان الملوخيه انتوا عارفين ما تبيتش يعني طازه احسن. هما طبقين كده على الكد. شايفين حجم الحله دي؟ يمكن كمان الكاميرا مكبراها اكتر من كده، هي اصغر خالص صغيره خالص كده. هما طبقين او العناخر. خدت منها الشوربه سخنه كده على طول وحطيت في الطاسة اللي جنبينا الصغيرة دي. أنا برضو قلت لكم مفرزة التوم، حطيت فيها شوية سمن بلدي كده و... وكده كنت عملت الملوخية. بصوا الملوخية الناشفة دياتي أنا بصراحة بحب أجوع الملوخية الخضراء. انتوا عارفين حتى في موسم الملوخية الخضراء حتى لو جبتها هي مرة كده بالنفس تتاكل وهي خضراء، لكن احنا كلنا نحب الملوخية الناشفة دي. سبحان الله انا ارتاح لها. وعلى فكرة يا جماعة مش فارقة كتير، يعني اصلا الملوخية احنا بنجيبها في موسمها ما تبقى حلوة. شايفين لونها؟ يعني ده اثبات ان هي حلوة من لونها كده. بصوا طول ما انا يعني انا خدت كل يا جماعة بأمانة، يعني دخلت المطبخ خدت ساعة زمن كنت مخلصة الأكل. وبصوا شغالة في كذا حاجة يعني عشان الوقت ينجز معايا وعشان أخلص باقي اللي ورايا. وهنا طبعا توخة ما يعديش يوم لازم طول ما أنا جوه لازم معايا. سبحان الله والله يا جماعة لو فاضية وموريش حاجة ما كانش ما كانش دور عليا. انا اللي ادور عليهم الوقت فين وكده، يا كان طول ما انا في المطبخ ولا في ايده مصلحه واصلا خايفه يدخل عشان مفيش حاجه تتقلب عليها، هو يجي يعيط كده ويقف جنبي. كنت مطلعه له كبدايه في طبق صغير كده يمكن شفتوه. وما رضيش ياكل، ندمت على نفسي عشان احايله ويوكله، وهو عايزني انا اشيله واوكله. طبعا طول ما انا عندي البوتاجاز مش هينفع اشيله. بأمانة أحيانا كتير يعني ما يبقى اخواته مش هنا مثلا في المدرسة وأنا عايزة أجهز أكل وكده، أو ورايا مشوار بعد الظهر مثلا وعايزة أنجز في الوقت. أما أشتغل بيه على دراعي يعني، بس هو ربنا اللي ميسره. شايفين شكل الملوخية؟ أنا جوعت الساعة 2 دلوقتي. بس حتى لو جحت هكسل أقوم أكل، وحتى لو قمت أكلت مش هاكل ملوخية في الليل يعني. هنا كانت يعني بص الحاجة اللي ينفع تسخن معايا تاني، هو بصراحة مفيش حاجة سخنت يعني احنا يا دوبك خلصنا وغرفنا على طول. شايفين شكل الملوخية والريحة عاد ما أقولكمش. هنا عاد كنا خلصنا الملوخية كده والتجلية كانت اتسبكت في الوقت داتي. التجلية كانت اتسبكت معانا كويس وانا شلتها من على النار وحطيتها على عين البوتاجاز ديت اللي كانت عليها تجلية. انت عارفين لو البوتاجاز اكبر من كده كنت خلصت كله في وقت واحد، بس للاسف الحلة مش هينفع تتحط جنب بعضيها عشان البوتاجاز 4 عيون يعني حجمه صغير. فاهمين؟ فمش هينفع يشيل حلتين جنب بعض او 4 جنب بعض والكلام ده كله. كنت اشتغلت كله في وقت واحد. هنا برضو جلبت شوية شعرية كده، حاطة شوية معلقتين زيت ومعلقتين سمن بلدي مع بعض. الرز أحلى حاجة ليه سمن بلدي. أي نعم انت لو عايزة تعمليه بسمن بلدي صافي فبراحتك، هو يديه طعم أحلى طبعا بس بيبقى تقيل شوية. فأنا عشان ما بوظش طعم السمن البلدي وأودره في الرز، فما أحط معلقة كده ومعلقة زيت. وأهم حاجة في الرز الزيت ما يكونش بتاع التومين يا جماعة، لأن ريحته مش لطيفة بصراحة. أنا مش عارفة عندي أنا بس في البلد اللي أنا فيها أو كلكم كده، بس على ما أعتقد يعني زيت التومين هيبقى إيه. يلا نشكر ربنا. آه، حطيت شوية زيت كده بس زيت نظيف يعني. وبعد كده كنت غاسلة الرز ده كويس خالص ومصفياه. ده الرز اللي جبته بس مش عارفة صورتها لكم ولا لا. انا بجيب رز شكارة حبة وحبة، اسمها كده على فكرة. بس الرز حلو قوي يعني ما يطلع بالحبة بتاعته زي ما تحطيها.
وحلو جوه حتى طعمه حلو. آه، هي حاليا اكيد الشكارة غليت تاني. ان شاء الله هجيب معاكم الفترة اللي جاية دياتي، بس قاعدين شوية صغيرين عندي كده يخلص، انا بحب اخلص بس واجيب على طول طازة عشان ما يتركنش. واروح جايبة شكارة تاني معاكم. هي شكارة 10 كيلو ولا ناخر، ان شاء الله اوريها لكم برضه في فيديو لما اشتريها. هنا يعتبر يا جماعة الأكل بتاعنا خلص. أنا بالنسبة لي كده كنت خلاص في التشطيب، حيث أنا عملت الرز يبقى تشطيب. بس هنزيد الرز بتاعنا كده ونسيبه يستوي براحته. أنا هنا يا جماعة وقفت الفيديو دقيقتين بس عبت ما قلبت الرز كويس. الرز مش مديه لون، هو الشعرية بس بتاخد لون، والرز يا دوبك كده يعني يغير لون أو يشمع بس بالسمنة والزيت، عشان بس يبقى مفلفل معانا مش أكتر. طبعا الشوربة بتاعتنا اللي هنسقي بيها ملحها مظبوط، فهتحطيها على الرز هيبقى مش محتاج لا ملح ولا غيره. لو عندك الشوربة مش حلوة قوي تقدر تزودي مرقة خضار او مرقة دجاج براحتك. فانا بصراحة ما حطيتش مرقة خالص، لان انتوا اديكم شايفين شكل الشوربة معايا. هنا هزيد الرز وكده يبقى الرز معانا خلص والملوخية خلصت. هنكسر بس التقليات على الفراخ وناخد شوية على الكوسة، وسبتهم يستبقوا عبت ما رحت عطت دش حلو كده لتوخة، لأن هو كانوا اخواته استحموا وطلعوا، وأنا بس بترك مش هينفع طبعا لوحده ومش هيتاكل على اخواته. فكنت خلصت الأكل كده وقلت بالمرة قبل النور ما يقطع، لأن في الوقت اللي أنا جهزت فيه الأكل ده كانت خلاص الساعة قربت على 3، وأنا عندي النور ما يقطع الأسبوع ده من 3 ل5، فكنت عايزة أنجز بسرعة قبل ما النور يقطع. هنا بص يعني خلاص خلصت كده، خدت الشوربة الكفاية للرز، وبعد كده كسرت التقلية على طول في نفس الحلة اللي احنا نغلي فيها على الفراخ وبس. وهاخد منها جزء عاد على الكوسة واسيبها تتسبك، وكده كان أكل خلص. هغرف معاكم عاد، بس وانا اما اغرف راح ايه النور قطع علي. شغلت النور الكشاف والله اعلم عاد التصوير هيبقى واضح معاكم ولا لا. إيه، شايفين كده كنت واخدة حبة برضو من التجلية قبل ما اكسرها عشان الكوسة يعني تبقى تجلية اكتر وكده. بس كده برضو ملحهم مظبوط، مظبطين الملح في الشوربة ومظبطين الملح في التجلية وهي على النار وهي متسبك. وهسيبهم ياخدوا غلوتهم، وما خدوش غلوتين وكانت الكوسة اتهرت لان كانت صغيرة. إيه، كده عادي يا حبايبي خلصنا، وده الفيديو بتاعنا وده شكل الاكل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك وما تنسوش التعليق الحلو، واللي عنده اي استفسار انا تحت امره. فيديو خفيف كده حبيت أشارك معاكم اليوم، ودلوقتي أقدر أقول لكم سلام. ما تنسوش الاشتراك.